حادث إلقاء قنبلة على قسم بولاق الدكرور، خصوصا أنني تابعتك في 12 وأنت تنفي هذا الخبر ثم عدت لتؤكده من جديد. بالفعل يا أشرف، احنا لما نفينا هذا الخبر في نشرة 12 ما كانش فيه أي حاجة. هذه الواقعة حدثت تحديدا الساعة 12:30، الساعة 12:30، وهي مش قنبلة يعني بحجم انها قنبلة، وما تمش القائها لا من كوبري ثروت كما يذكر في الكثير من يعني المواقع الإلكترونية وأيضا وسائل الإعلام. هي بالضبط عبارة عن علبة ورنيش بداخلها بعض البارود، وما تمش إلقائها من خارج القسم. هي كانت في غرفة المراقبين. انت عارف انه دايما اللي بيبقى عليه احكام جنائية بيبقى عليه برضو ايضا من قبل النيابة العامة فترة للمراقبة، يعني انه لازم يتواجد في الاسم. بولاق الدكرور، خصوصا انني تابعتك في 12 وانت تنفي هذا الخبر ثم عدت لتؤكده من جديد. بالفعل يا أشرف، احنا لما نفينا هذا الخبر في نشرة 12 ما كانش فيه أي حاجة. هذه الواقعة